انا اللي مكتوب ورايا ده حرفيا اكتر حاجه ممكن تعبر عن مباريات ليفربول السنه دي، وهو انه حرفيا كل مباراه ليفربول اكنها فيلم من اول البدايه لحد النهايه. كميه دوبامين واثاره وتشويق مش طبيعيه، وكلنا شفنا اللي حصل امبارح. عشان لو مخرج فيلم كاتب السيناريو ده مش هيطلع بالاثاره والتشويق ده. 35 دقيقه نيوكاسل بتهاجم بس على ليفربول، فجأة جرافنبرخ بيخطف جول من لا شيء. قلنا خلاص الماتش رايح في سكة ليفربول. ده اللي بيحصل فعلا في الشوط الثاني. لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكتيكي تك الجول الثاني، قلنا خلاص رصاصة الرحمة، المباراة انتهت. وفجأة برونو جمرايش بيحط الأول لنيوكاسل، الفرق بيبقى هدف واحد. حتى تأتي هذه اللحظة، يأتي ولد يسمى أسيالا يحط الجول الثاني في الدقيقة كام؟ 88. خلاص خلصت. ايه الغلب اللي انت فيه ده؟ عارف روتانا سينما؟ ليفربول روتانا سينما بتاعت الدوري الانجليزي، عشان طول ما انت بتتفرج مش هتعرف تغمض عينيك. امبارح ريو انجموا، وقبلها كييزا ومحمد صلاح. ويا ترى الدور اللي جاي على مين؟